ازيكم عاملين يا رب تبقوا كويسين. طبعا شفت الفيديو امبارح، وشفت الكومنت الجميله بتاعتكم. خلوني ارد على كام حاجه علشان سالتني كتير جدا بالنسبه للمعسكر. انا يا جماعه كل حاجه بعمل فوت عشان اخد رايكم، لان انتوا اللي هتذاكروا مش انا اللي هذاكر. تمام، فانا عملت فوت لقيت ان معظم الطلاب عايزين يبداوا المنهج من الاخر، فعشان كده هبدا من الاخر. انا اصلا كنت هبدا من الاول، لكن في طلاب عايزه تبدا من الاول. طب ما اكيد انا مش هعرف ارضي الطرفين، يعني حطوا انتوا نفسكم مكاني. هو احنا هنبدا من الاول هنبدا من الاخر؟ يعني اكيد مش هنبدا من النص مثلا. طيب بالنسبه انا هسمع الجزء اللي انت حاطاه في المعسكر ده منين؟ هتسمعه من فيديوهات المراجعه اللي معاك سواء يوتيوب او منصه. عشان في برضو طلاب كتير كاتبين سلمى هنعمل ايه في المراجعات اللي احنا مشتركين فيها. زي ما انت عادي، انت كده كده هتسمع الاجزاء اللي انا حاطه لك دي من فيديوهات المراجعه، فمفيش اي حاجه هتحصل. طب هحل منين؟ حل من كتب المراجعه اللي معاك. اصل انت اكيد مش هتسمع شرح تفصيلي. انت دلوقتي مثلا في حاجه وقفت قدامك معرفش، يعني مثلا انت دلوقتي انت بتحل في حته انت كل شويه تغلط فيها، انت كده مش فاهمها، روح اسمعها شرح تفصيلي لوحدها. تمام، بس ما تضيعش وقتك في شرح تفصيلي، لان بجد المنهج بتشرح من الاول بالتفصيل. تمام. يبقى انا دلوقتي هسمع دي مراجعات اللي انا مشترك فيها، مفيش اي مشكله. بس انت دلوقتي يا سلمى هتبتدي من الاخر، وانا المدرس بتاعي بادئ من الاول. خلاص اسمع الجزء ده يوتيوب عادي جدا، مفيش اي مشكله. يعني انا هعمل ايه؟ طيب انتوا اللي اخترتوا. يعني انا قلت اختار يا حبيبي اختار، وانت اللي اخترت ان احنا نبدا من الاخر. اعمل ايه طيب؟ بالنسبه للمعسكر هيبقى على جروب التليجرام، هيبدا يوم 5/5. وبرده يا جماعه انا بجد تعبت، انا بجد تعبت. الناس عماله تبعت الاكاديميه تقول لي هو هيبقى في متابعه لكل واحد برايفت. انت متخيله مثلا ان انا هجيب بني ادمين بني ادمين وكل يوم يقعدوا يتابعوكي؟ طبعا بجد الناس اللي بتتابع سواء في اكاديميه او ايا كان متابعه دراسه، حرفيا اليوم كله بيضيع. يعني اكتر من 10 ساعات هو قاعد بس بيتابع. كل ده هيكون مجاني؟ ليه؟ هو البني ادم ده ما عندوش حياه؟ ما عندوش دراسه؟ ما عندوش اولويات؟ ما عندوش عيله؟ فمبدئيا مش موضوع مجاني، موضوع بفلوس. بس اكيد مش هتبقى متابعه برايفت، اكيد مش هتبقى متابعه برايفت. الموضوع هيبقى كله التواصل ما بيننا على جروب التليجرام. بلس في جروب كمان، في جروب مخفي كده انا بحطه لكم يعني فترات معينه في الجروب بتاعنا. الجروب ده انا بفتحه، بيبقى ليك حريه انك تكتب اي كومنت انت عايزه، بس انا بخاف افتحه. ليه؟ لان بلاقي الجروب كله صياح، فانا مببقاش عارفه ارد عليه. ببقى عايزه اخش اصيح معاكم، بس انتوا مش مديني فرصه. فخلوا الموضوع خد وهات، انا اصيح شويه وانتوا تصيحوا شويه. لكن انا بفتح الجروب الاقي سلمى انا ما ذاكرتش، سلمى ما بداتش، سلمى انا مراقب. فانا مش عارفه دلوقتي اعمل ايه. يعني انا كمان كنت نفسي اقول لكم انا برضو عندي حاجات قد كده. اصل انت فاكر مثلا لما تخلص ثانويه عامه حياتك هتبقى زي الفل؟ ماشي، انا هسيبك سايب الفكره دي. انا مش هغير فكرتك خالص عن الكليه. خلي الكليه كده حاجه ورديه في دماغك. اللي انت بتخش الكليه انت حياتك هتبقى ورديه بالليل ورديه بالنهار، مش هتبقى ورديه خالص اللي في دماغك. طيب برضو لقيت كومنت كتير يا جماعه، اللي لحق واللي خلص واللي ذاكر. يا عم اقعد ساكت، يا عم اقعد ساكت. انا بجد يا جماعه انا كنت اول حاجه بقى يعني بسيب كل الكومنت عادي، ما بمسحهاش، يعني فريش معايا. بس انا حاليا هضطر ان انا امسحها، وكمان هبلك يعني همسحها واعمل بلوك الاتنين مع بعض. عشان بجد في طلاب بتتاثر. في طالب ممكن هيكون هيبدا ويلاقي كاتب الكومنت ده يقول انا مش هبدا خلاص، انا هاجل السنه. وليه؟ بسببك انت. فانت خليك شخص يعني لابق في الكلام، اتكلم بطريقه كويسه، اما ما تتكلمش. يعني انت شايف في طالب هيبدا وفي طالب هيلحق، خلاص سيبه. انت مالك بقى؟ خليك في حالك يا عم. الناس اللي كاتبيني من محافظات وعايزين نتصور وبتاع، والله يا جماعه ممكن اعمل في يوم ويعني اقول لكم عليه، البنات طبعا بس هنتفق ونتصور كلنا. تمام، وانا من القاهره يا جماعه. اوكي انا من القاهره، فان شاء الله في يوم هقول لكم ونتفق. بس ان شاء الله بعد ما نخلص امتحانات وخلص فاينل ممكن نتفق على جروب التليجرام، ننزل كده في يوم نتصور والكلام ده مع بعض، ونخرج ونتغدى كمان بره كلنا. يعني هيبقى يوم لذيذ ان شاء الله.